شاب في يوم زفافه ترك باقة ورد على فراش أمه كتب عليها: ستظلين الأنثى الأجمل في حياتي. سئلت من تحبين من أولادك؟ فقالت: مريضهم حتى يشفى، وغائبهم حتى يعود، وصغيرهم حتى يكبر، وجميعهم حتى أموت. لا تقل لطفلك: اذهب إلى الصلاة، بل قل له: رافقني إلى الصلاة لنكون معا في الجنة. عباراتنا لها أثر كبير. سئل اثنان عن سبب التأخير عن العمل، فقال أحدهم: انشغلت مع الوالدة، وقال الآخر: الوالدة أشغلتني. قمة الأدب وقلة الأدب. قيل لأحدهم: كيف تصبر على البقاء لوحدك؟ فقال: أنا جليس ربي، إذا شئت أن يكلمني قرأت القرآن، وإذا شئت أن أكلمه صليت ركعتين. عندما ترتفع سيعرف أصدقاؤك من أنت، ولكن عندما تسقط ستعرف من هم أصدقاؤك. بعض الأحيان عليك أن تتوقف عن العتاب المستمر لشخص لا يهتم لما تقول، فكثير منا لا ينتبه لصوت المكيف في غرفته إلا بعد أن ينطفئ. لماذا المتخاصمون يرفعون أصواتهم ويصرخون في بعضهم وهم قريبين من بعض؟ الجواب هو أن المسافة بين القلوب ابتعدت، فيحتاجون إلى الصراخ لإيصال أصواتهم. والدليل أن المتحابين تجدهم يهمسون أو تكفيهم النظرات، لأن قلوبهم هي التي تسمع. فلسفة راقت لي: من لا يعرف قيمتك وأنت بين يديه سيندم على خسارتك عندما لا يراك أمامه. كن مع الذي يقدرك. ليس من الأدب أن تقول في الغائبين شيئا لم تجرؤ على قوله وهم حاضرون. أنت من تحدد قيمة نفسك، فلا تصغر من شأنك حين ترى فخامة الآخرين، فلو كانت القيمة تقاس بالأوزان لكانت الصخور أغلى من الألماس. السمكة التي تغلق فمها لن يصيدها أحد، فأغلق فمك، لأن هناك الكثير يتمنى أن يتصيد أخطاءك. عندما يبوح لك شخص فاستمع إليه جيدا، فهو اختارك أنت من بينهم جميعا، فلا تخذله. قال الخشب للمسمار: جرحتني. فقال المسمار: لو تعلم حجم الضرب الذي فوق رأسي لعذرتني. دائما أحسن النية مع الناس، لأنك لا تعرف ظروفهم. كن كالشمس واضحا صادقا مؤثرا نقيا ومبادرا. سئل أحد الصالحين: لماذا تذهب للمسجد قبل الأذان؟ قال: الأذان لتنبيه الغافلين، وأرجو أن لا أكون منهم. يا رب نسألك حسن الخاتمة. السلام عليكم.